سافرت على الجزائر وصارت معي مصيبة في مطار الجزائر وكانت رح تدمر حياتي كليا. خلينا نرجع بالأحداث لورا وراح أحكيكم من البداية كيف صار الموضوع. سافرنا من بغداد للجزائر العاصمة أنا وزوجي، وصلنا الحمد لله بخير واستقبلوني أهلي وكنا فرحانين كثير، كل شي كان ممتاز. وفوق استقبلونا شركة وجابونا سيارة VIP حتى ياخذونا على البيت مباشرة. حطينا حقايبنا، دخلنا على السيارة، كنا أهل كلنا. المهم إنه كان استقبال جدا حار مع لمة الأهل، وكنا جدا جدا فرحانين ومبسوطين، يعني شعور لا يوصف. ركبنا العيلة كلها بالسيارة وتوجهنا للبيت، وناسة وضحك ولعب، ومهم يعني كل شيء أجواء كانت تجنن. وأخيرا وصلنا للبيت بعد رحلة دامت ساعتين. نزلنا الحقايب وأنا كنت كثير متحمسة إنه حسين رح يدخل لبيتنا لأول مرة، يعني مشاعر مختلطة كثير. دخلنا البيت وقاعدين نسولف ونضحك، وبعدها فجأة نكتشف إنه حسين ناسي حقيبتي اللي بيها كل حياتي، مستمسكاتي وأوراقي وذهبي وأموالي وكرتات البنوك، يعني كل شيء بحياتي هناك بديك الحقيبة. انتبهوا على الإشارة على الحقيبة السوداء، هاي هي الحقيبة اللي نساها وراح. وإذا انتبهتوا أكثر شوفوا كمية العالم الموجودة بالمطار. أنا انهارت من ذكرت شنو موجود بالحقيبة، يعني حياتي كلها موجودة هناك. المهم أخذنا تاكسي مباشرة وطرنا ساعتين طريق على المطار مباشرة، والحمد لله ولأول مرة باسبوري كان بجيبي، وإلا ما كانوا دخلوني على مكان الأمانات ولا كنت استلمت حقيبتي. والحمد لله لقيت حقيبتي بمكانها، ولا أحد أجا يمها، ولا أحد أصلا أخذها ولا لمسها. وطبعا الشرطة كانت معي خلال رحلة البحث، ومن فتحناها ما لقينا أبرة واحدة ناقصة. ومن خلال هذا المنبر حابة أشكر بالمرتبة الأولى ربي سبحانه، وثانيا الشرطة الجزائرية الموجودة في مطار هواري بومدين. وهذا كله إن دل على شيء فيدل على أمان وأمانة الجزائريين والجزائر. وهذه نبذة صغيرة عن ماذا كان موجود في الحقيبة تاعي، كل شيء حياتي، أموالي، ذهبي وكرتاتي البنكية وأجهزتي، وأيضا حتى صوري الخاصة. الحمد لله جزت على خير. وبعدها رحنا على شركة تأجير السيارات حتى نأجر سيارة نرجع بيها، ولكن مدير الشركة بعث معنا شوفير يوصلنا، لأن ولا واحد كان فينا قادر يسوق، وحسين كان طول الوقت ساكت لأن كان يدري بكمية المصيبة اللي سواها. يلا أشوفكم الفلوج الجاي، باي.